تمام يا اخوان، زي ما وعدناكم جبنا حبة يمام ماسي. طبعا هان الذكر بهمر على اي حاجة وبشارك اللي هو الطيور تبعتنا في الاعشاش زي ما شايفين، وقاتل حاله على اساس انه بده انثى زي ما شايفين، من هان لهان من هان لهان، وقاتل حاله يا اخوان. فاليوم حنجيب له انثى، وصراحة دورت على اللون تبعه ما لقيت، فالمهم حنجيب لون ثاني حنشوفها معانا في الحلقة هذه ان شاء الله. مش عارف زي ما شايفين خاوت حاله من هان لهان من هان لهان. المهم جبنا له انثى حنشوفها لقيت ونتعرف عليها، فخلكم معنا يا اخوان على اساس انه احنا نشوف ايش اللي جبناه. بصراحة انا قبل هيك قلت لكم بدي اجيب له انثى واجيب كمان زوج، ولكن ما لقيت عند الراجل بس زوج. وعلى اساس انه انا اكون صريح معاكم، جبت اول اشي واحد من الزوج وطلع ذكر قاعدوا يتقاتلوا، وثاني يوم رحت رجعت وجبت الانثى. فحاليا حناخد اللي هو الانثى ونحطها في البيت ونشوف كيف رد فعل الذكر بعد ما نحط الانثى، وحنمسك الاثنين ونشوف انو الذكر وانو الانثى زي ما شايفين. خلينا نتكلم شوية عن الطقس اليوم. يعني كانت الصبح في هواء وفي اللي هو ولكن سكتت وصار شمس، بعدين اللي هي رجع الثاني هوت، فمتقلب الجو متقلب. خلنا نشوف يا اخوان هذا القفص ونشوف اللي هو ايش معانا ونشوف ايش اللون اللي انا جبته، فخلكم معنا. تمام يا اخوان، زي ما شايفين هذه هي الانثى، خلنا نتعرف عليها ونشوفها اكثر. بسم الله بسم الله. تمام زي ما شايفين اللون حجلي على حلبي بالنسبة للجناح، وحاسسها أكبر من الذكر بمراحل، مش عارف صراحة. فهيك أنا عرفت إنه الذكر اللي عندي لسه جاهل وهذه كبيرة. حدقة العين واسعة ولكن مش زي حدقة العين تبعت الذكر. هلقيت حنمسك الذكر ونشوفه ونفرجيكم إياه أكثر، فخلكم معنا. تمام يا إخوان، جبنا الثاني وحنقارن ما بين الأنثى والذكر. طبعا هذا القديم اللي عنا. إذا بنلاحظ يا إخوان حنلاقي اللي هو حدقة العين هذه الحمار اللي فيها أكثر من الحمار اللي في هذه. يا بيي يا إخوان الجو كثير برد، ولكن اللي بين لي إنه هذه الحبة أكبر من هذه في السن لأنه حجمها أكبر في كل حاجة. طيب خلنا نروح نحطهم في القفص ونشوفهم أكثر ونشوف هل الذكر يزوم على الأنثى ولا لأ. خلنا نروح يا إخوان ونشوف الزوج هذا هل حيزوم الذكر أو لا. بسم الله. تمام، حيبدو إن هم يعني يتعرفوا على بعض. بس السمان مش سايبهم بحالهم. خلنا ننزل السمان تحت على أساس إن احنا نشوفهم أكثر. بسم الله بسم الله. لا 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 لا. السمان هذا مش جايبها البر، سيب ولا لا سيب. افترس، صار زي المفترس بعد ما حطينا له بعد ما حطينا يا اخوان الدود صار مفترس. تمام خلنا نكشه، مصدوم لسه. مصدوم. فهذه هي الأنثى الجديدة، فإن شاء الله يصير تزاوج ويصير اللي هو يعني وضع بيض منهم إن شاء الله. طبعا أغمق منه الأنثى، الذكر حلبي خفيف. خلنا نجيبه وننزله عندها عشان نشوفه أكثر ونشوف كيف التفاعل بيناتهم. زي ما شايفين الذكر يعني مش معطيها انتباه. خلنا نشوف أكثر.
تمام. اليمام الماسي الممتاز انه هو اصغر يمام في اللي هو عائلة اليماميات، وبكون يعني هو اصغر حاجة، قريب له اللي هو حجمه كالبلبل والطيور الصغيرة. فسبحان الله، يعني هذا اليمام أصغر يمام في عائلة اليماميات، ألا وهو الماسي. بعديه بيجي اللي هو اليمام الكريم، واليمام اللي هو كذا سلالة، يعني السلالة كذا نوع لإلها. سبحان الله. تمام. لسه مش عارفين هل حيصير تزاوج أو لأ، فإن شاء الله يصير تزاوج بيناتهم. طبعا الذكر مصدوم بعد ما عضته، فكرت اجره هي يعني دودة، فكان اكبر غلط انه انا احط لهم دود زي ما شايفين. طيب ايش صار هان في البيض؟ كم بيضة صاروا؟ صراحة لسه مش عارف. بيضتين يا اخوان، زي ما شايفين صار بيضتين، ما شاء الله. ومستمرة اللي هي الأنثى في الركض والذكر في الركض، فإن شاء الله خير. تمام. احنا بس بدنا نشوف هل في هان تزاوج بيناتهم ولا لأ. لسه ما في تزاوج. تمام. حنتركهم شوية ونرجع لهم. خلينا نتكلم عن السمان. خلاص أنا حنقله لبيت ثاني، لأنه زي ما شفتوا صار في اللي هو يعني صار يعضوا بعد ما حطينا لهم اللي هو الديدان. ففي عندي أنا هان قفص بس بده تصليح، يعني مش تصليح، لسه بده تظبيط. غير هذول في قفص ثاني أنا عملته زي ما شايفين. هذا هو، فإلي خاطر يعني أضبطه وأعمل له سلك وأخليه للسمان، مش عارف لسه. فإن شاء الله خير يا إخوان. طبعا يا إخوان برضو عندي هان أنا سلكات، ولكن مخليهم للرومي، يعني أنا هذول مخليهم للرومي. لسه مش عارف إيش بدي أسوي، لأنه الرومي بوضع بيض عندي. الرومي يا إخوان بوضع بيض. بابا حط لي فيه مية خليه يبوش، يلا يا بابا. بالنسبة للبيض اللي باضه الرومي المختلف، خلنا نشوف البيضة المختلفة. في بعض الإخوة من التعليقات قاعد يقولوا لي إنه بدك تعرف البيض أو الجنين اللي بيطلع فيها ذكر أم أنثى، بكون من اللي هو حجم البيضة. إذا كان طويل بكون ذكر، وإذا كان قصير بكون أنثى. إن شاء الله خير يا إخوان. تمام. زي ما انتم شايفين احنا قلنا انه واحدة ثانية واضعة بيضه هيك، ولكن الفرق كبير يا اخواني. يعني لا نيجي نشوف، انا بعرف انه الحجم مش بالطول، بالحجم. يعني عندنا هان واحدة صغيرة فهذه انثى، هذه واحدة كبيرة اكبر من هذه فهذه ذكر. فاهمين علي كيف؟ يعني لا نيجي الثاني، هي هذول تنتين صغار وهذول تنتين كبار. هذه البيضة غريبة، هذه البيضة يعني تختلف عن كل البيض اللي هنا. يعني مبين انه هذه انثى وهذه انثى. الانثى هذه الوضع بيض، هذا فعلا انتو كلامكم صح، وانا حكيت كثير في الفيديوهات عن البط، البيض البط، انه بيضة البط الكبيرة بتكون انثى ذكر، والصغيرة بتكون انثى. فزي ما شايفين لنيجي نشوف، هذه نفس الانثى، هذه حبتها صغيرة فبتطلع انثاية، هذه حبتها كبيرة فبتطلع ذكر. اما هذه يا اخوان حجمها مش طبيعي، يعني لا هي قد هذه ولا هي قد هذه، اكبر بزيادة وجاية برفع. فمبين انه هي اول وضع بيضة لانثى ثانية، مبين يعني. فانا معاكو هي واحدة صغيرة انثى، واحدة كبيرة ذكر، انا معاكو، يعني انا مش معاكو. خلنا مستمرين ان احنا نحط هذه هان. بس يا نوري بس راسجاني. خلنا نطلع يا اخوان، راسجاني اقسم بالله. نوري هذا شمشوم النوري يا بيي على صوته. ايش في ولا بص يا بيي نوري.
تمام يا اخوان، خلنا نشوف اليمام ايش صار فيه. بسم الله. طبعا يا اخوان بدأت تعرج بعد ما عضتها اللي هي السمانة، بدأت تعرج. اجت الحزينة تفرح ما لقيت لهاش مطرح. طبعا جبنا لها انثى زي ما شايفين، هذه هي. فلقيت حنستنى قبل ما تطيب بعدين حتتزاوج. هي شوية بتعرج مش كثير، ولكن متألمة من مطرح اللي هو عضة السمان. صراحة السمان يا اخوان توحش بعد ما انا حطيت له ديدان الارض. فصار يشوف الاصابع تبعت الطيور انه هي يعني ديدان. فهذه هي المشكلة. يا ساتر، هذه هي المشكلة يا اخوان في السمان ولا صار. تمام، احنا حنخليه هان كمؤقت وحننقله من هان بعد ما نظبط البيت. بتشتي يا بابا، بتشتي مش بتتفتف، بتشتي بس ايش تشتي هيك خفيف هيك. نقط صغيرة، نقط زي هيك بتشتي. تمام. تمام يا اخوان، عن جد والله في اشي جا راسي. في اشي جا راسي عن جد. في حد بتفتف من فوق. ما فيش ولا غيمة إلا هذيك. شفت اليمامة الجديدة يا بابا؟ هيها هيها فوق. هي. شفتها؟ حلوة؟ اجيب كمان جوز؟ لا، جيب هذا. اجيب ايش؟ نرجس؟ طب ما انا هيك هجيب لها ذكر. طبعا نرجس يا اخوان طابت، فيش اي مشكلة معاها، بس ضايل مطرح الجرح. بالنسبة للاخوة اللي قالوا لي انه هي مريضة، لا مش مريضة يا اخوان، ولكن كانت معضوضة من ذكر اللي هو الضرة اللي بيطير في السماء. تمام. خلنا نشوفها كم بيضة جمعوا هذا بعد ما احنا شفناها 7 بيضات. خلنا نشوف كم بيضة لحتى الآن جمعنا. بسم الله. بس يا بابا تمام، انا ما اعتقد زي ما هم. 1 2 3 4 5 6 7. تمام يا اخوان، لسه 7 زي ما هم وما زادوا، يعني ما زادوا 7 بيضات، فان شاء الله خير. تمام يا اخوان، خلنا نشوف ايش هان بدنا نسوي كمان. تمام يا اخوان، زي ما قلت لكم مش حخلي السمان هان، لانه زي ما شفتوا في الحلقة ايش صار بعد ما حطينا لهم. وهذا كان غلط مني، انه انا فتحت عينيهم للديدان، ولو انا ما حطيتش ديدان كان ضلوا مع السمان ولكن خلص بدها تصير. فاتمنى التعليقات اللي تحت يعني بشويش اهمدوا عليها شوية، يعني ما تعلقوا هيك تعليقات سلبية كثير. تمام، ان شاء الله خير يا اخوان. وان شاء الله الزوج اللي احنا جبنا له الانثى يتزاوج. طبعا زي ما شايفين نازل بارج ولكن خفيف مش كثير. فان شاء الله خير يا اخوان، وان شاء الله ربنا ييسر الامور. وبس بهيك بنكون وصلنا معكم لاخر الفيديو. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، انا اللي عجبكم وقدرنا نوصلكم لو فكرة صغيرة. حبايبي تمرش عليكم يوم من غير ابتسامة، اكثر من الصلاة على النبي. اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام يا اخوان. لسه تم معنا. عاش. سلام.